كم مرة استيقظت وشعرت أنك لا تستحق الأفضل؟ كم مرة تردد في ذهنك صوت قاس يلومك على كل صغيرة وكبيرة؟ هذا الصوت هو ما نسميه جلد الذات. إنه كالسجن الذي نحبس أنفسنا فيه، ولكن الخبر الجيد هو أن مفتاح التحرر بين يديك. في دقائق معدودة سأعطيك 3 خطوات عملية لتتوقف عن جلد ذاتك وتبدأ حياة أكثر سلاما وثقة. الخطوة الأولى والأهم هي أن تستمع لهذا الصوت القاسي الذي يلومك. نعم، استمع إليه جيدا. ليس لتصدقه، بل لتتعرف عليه. في المرة القادمة التي تقول فيها لنفسك أنا فاشل أو أنا لا أستحق هذا، توقف لحظة وخذ نفسا عميقا واسأل نفسك: هل هذا حقيقي؟ وهل هذا اللوم يساعدني على التقدم أم يحبطني أكثر؟ مجرد طرح هذه الأسئلة يجعل الفكرة أقل قوة. الخطوة الثانية هي أن تغير الحوار الداخلي. فبمجرد أن تحدد الجملة السلبية، حان الوقت لاستبدالها بجملة أكثر واقعية ورحمة. فبدلا من أنا فاشل، قل لقد مررت بتجربة صعبة وسأتعلم منها لأكون أفضل. وبدلا من أنا لا أستحق الحب، قل أنا أتعلم أن أحب نفسي وأستحق علاقات صحية. تذكر، الأخطاء جزء طبيعي من التعلم، فلا يوجد إنسان كامل. كن لطيفا مع نفسك كما ستكون لطيفا مع صديق عزيز يمر بموقف صعب. الخطوة الثالثة والأخيرة: عامل نفسك كأفضل صديق لك. فكر كيف ستتعامل مع صديقك المفضل إذا ارتكب خطأ. هل ستلومه وتقسو عليه؟ أم ستقدم له الدعم والتشجيع؟ امنح نفسك نفس هذا الدعم. كل يوم خصص لحظة لتقول فيها لنفسك شيئا إيجابيا: أنا أبذل قصارى جهدي، أنا أستحق السلام، أنا أتعلم وأنمو. التوقف عن جلد الذات رحلة وليست وجهة. ابدأ اليوم بهذه الخطوات البسيطة. وتذكر، أنت تستحق أن تعيش حياة مليئة بالثقة والرحمة.